كنت نايم بالليل في أوضتي، الضلمة كلها حواليا، المصباح الخافت في الركن شبه مطفي. فجأة حسيت إن حد بيراقبني. فتحت عيني بصعوبة ولقيت الظل بيتحرك على الحيطان، حاجة طويلة وشفافة وعينيها حمرة كأنها مولعة. قلبي بدأ يدق بسرعة وقلبي كاد يقف. حاولت أصحي نفسي وأقول ده بس حلم، لكن الإيدين المخلبية ظهرت جنب السرير وقريبة مني قوي. حاولت أتحرك لكن رجليا متجمدة. الصوت الوحيد اللي كان في الأوضة هو هدير قلبي السريع. وبعد لحظة الظل قرب مني أكتر وابتدت الريحة الباردة تملى المكان، كأني دخلت جحيم. صرخت بصوت عالي بس الصوت كأنه وقع في الضلمة ومحدش سمع. فجأة اختفى كل حاجة، بس لسه حاسس بعينه الحمراء بتلمع في الضلمة. وسمعت صوت همسة بيقول مش هتقدر تنام تاني. ومن يومها وأنا مش قادر أغمض عيني بالليل، وأي ضلمة صغيرة تخوفني. كنت نايم بالليل في أوضتي، الضلمة كلها حواليا، المصباح الخافت في الركن شبه مطفي.